وبيبدأ فيلمنا النهاردة في حفلة كان عاملها باتريك مستضيف فيها علماء وصحفيين كتير علشان يتكلموا في موضوع العالم سيس براندل عن الاختراع الجديد بتاعه اللي هيغير حياة الإنسانية من جديد. وبنروح مع سيس اللي بيتكلم مع فرونيكا عن اختراعه الجديد اللي هيغير حياة الناس للأحسن، وبيقول لها إنه جهاز هيستخدمه علشان ينقل به الحاجات الحية والغير حية من مكان لمكان تاني. وطبعا فرونيكا بتكون مش مصدقة كلامه عن الاختراع ده وبتقول له إنه يوضح أكتر عن مشروعه واختراعه ده. ورد عليها سيس وعرض عليها إنها تزور المعمل بتاعه علشان تعرف تفاصيل أكتر عن المشروع، وكمان قال لها إن الاختراع بتاعه ده أهم اختراع عمله قبل كده. وطبعا في الأول اترددت فرونيكا عن اقتراحه، وبعدها قررت إنه هيكون نجاح كبير بشغلها كصحفية، فقررت إنها تروح معاه للمعمل بتاعه علشان تعرف تفاصيل أكتر عن الاختراع ده. وبعدها راحت فرونيكا مع سيس للمعمل بتاعه، ولما وصلت للمعمل رد عليها سيس وحكى لها عن اختراعه إنه سماه تيلي بودز، وإنه عبارة عن مكنة كبيرة متوصلة بالأنابيب ومتوصلة في الكمبيوتر بحيث إن لو اتحط أي حاجة جواه تتنقل من مكان لمكان. وبعدها سأل سيس فرونيكا إنها تديله أي قطعة قماش أو ختم هي لابساه علشان يجرب الاختراع ده. راحت فرونيكا مدياله الشراب بتاعها، قام أخد سيس منها الشراب وحطه في أول أنبوب في الجهاز، وبعدها كتب على الكمبيوتر إنه يحلل بيانات ومكونات الشراب ده. وبعد كده اللي حصل صعقة كهربائية في الجهاز، وفعلا الشراب اتنقل من الأنبوب الأول وراح للأنبوب الثاني في الجهاز. وبعدها سيس راح بص على شاشة الكمبيوتر لقى مكتوب إن العملية ناجحة. ولما شافت فرونيكا اللي حصل ده قدام عينيها اتصدمت واتفاجئت وقالت إن الاختراع ده هيغير حاجات كتيرة في حياة البشرية. في نفس الوقت اللي كانت فرونيكا بتتكلم فيه مع سيس كانت بتسجل كل كلامه اللي كان بيقوله عن الاختراع بتاعه، وبعد كده بدأت تسأله أسئلة تفصيلية عن الاختراع بتاعه. ورد عليها سيس وقال لها إنه عنده كذا فكرة علشان يطور اختراعه، وقال لها كمان إن منظمة باتريك للعلوم والتكنولوجيا عرفت بموضوع الاختراع بتاعه اللي كان شغال عليه، ولكن خلته يشتغل في السر علشان بعد لما يخلص الاختراع خالص هتاخده منه المنظمة دي. وهم بيتكلموا شريط التسجيل بتاع فرونيكا خلص، فغيرته بواحد تاني علشان تكمل باقي الأسئلة. راح شافها سيس وقال لها إنه مش عايز حد يعرف أو يكتب حاجة عن الاختراع بتاعه ده. وردت عليه فرونيكا وقالت له إنها صحفية وإنها جت الحفلة مخصوص علشان تكتب عن موضوع الاختراع بتاعه. واتضايق سيس من الكلام اللي قالته وطلب منها إنها تديله الشريط. طبعا فرونيكا رفضت إنها تديله الشريط وسابته ومشيت. وتاني يوم الصبح راحت فرونيكا للمجلة اللي هي شغالة فيها وعرضت الشريط التسجيل الاختراع بتاع سيس على المخرج، وسمعته هي والمخرج. وطبعا فرونيكا لما سمعت الشريط مع المخرج كانت مندهشة ومصدقة الاختراع ده ومن التقرير اللي قالته عن اختراع سيس في الشريط. لكن المخرج ستيس كان ليه رأي تاني وقال إنه سيس بيكذب علينا بخصوص الاختراع ده، وإنه استخدم خدع بصرية ونظريات علمية علشان يقنعنا بوجهة نظره عن الاختراع ده. وكمان بيقول لها إنه لازم يلاقي حجة مقنعة علشان يقبل ينشر الاختراع بتاعه ده في المجلة. وبعد كده المخرج كلم سيس على التليفون وقال له إنه يجي دلوقتي المجلة علشان يتناقش معاه في الاختراع بتاعه. وبعدها بوقت قصير وصل سيس للمجلة وقابل المخرج وسلم عليه، لكن ستيس اعتذر منه وقال له إنه مشغول واستأذن منه وسابه ومشي. وبعد كده اتكلمت فرونيكا مع سيس وقالت له إنها بتدور على مجلة علشان تنشر فيها تفاصيل عن الاختراع بتاعه، ولكن سيس عرض عليها إنه يعزمها على وجبة غدا علشان يتكلموا أكتر في التفاصيل اختراعه. وبعد كده بنروح في المطعم وهم بيتكلموا مع بعض. راح سيس قال لها إنه كان من فترة طويلة شغال لوحده على الاختراع بتاعه ودلوقتي متحمس إنه يشارك حد معين الاختراع بتاعه. وكمان قال لها إن الاختراع ده لو انتشر في الصحف والمجلات هيكون في خطورة كبيرة على مستقبله، وكمان إن الاختراع لسه ما تجربش علشان يتأكد إنه نجح ولا لسه، وكمان إنه محتاج وقت كتير علشان يشتغل عليه علشان يخلصه. وطبعا الكلام اللي قاله سيس لفرونيكا ما منعهاش إنها تبدأ تنشر الاختراع بتاعه في الصحف والمجلات. وبعد كده عرض سيس على فرونيكا إنها تبدأ تساعده في الاختراع ده بتصوير كل التطورات اللي هتحصل في المشروع ده، وبعد ما يخلصوا ممكن تألف عن الاختراع ده كتاب وتنشره. ولما سمعت فرونيكا الكلام ده اقتنعت بالفكرة ووافقت على طول. وبعد كده روحت فرونيكا بيتها، ولما دخلت البيت سمعت صوت المية مفتوحة. راحت تشوف لقيت ستيس بياخد دش في الحمام وقال لها انه بيعتذر عن الموقف ده، فسألته ازاي دخل البيت، فرد عليها وقال لها انه استخدم نسخة من المفتاح شقتها علشان يدخل البيت. وطبعا فرونيكا اتضايقت جدا من اللي حصل ده وسألته هو بيعمل ايه هنا، فرد عليها ستيس وقال لها انه كان غلطان في كل الكلام اللي قاله عن سيس، وانه اكتشف ان سيس كان من 20 سنة فاتوا جزء من فريق حصل على جائزة نوبل في الفيزياء. وطبعا فرونيكا مصدقة سيس واختراعه، لكنها ما ادتش لكلام ستيس اي اهمية
أهمية. وبعد كده قالت له إنه يمشي علشان هي عاوزة تكون لوحدها. وبعد ما سمع ستيس الكلام ده راح سابها ومشي. وبعد كده في اليوم اللي بعده راحت فرونيكا للمعمل عند سيس علشان تبدأ أول جلسة تصوير لسيس وهو بيبدأ ينفذ المشروع بتاعه. وبعد كده بدأت فرونيكا بتسجيل الفيديو. هو سيس بيكتب على الكمبيوتر إنه يبدأ يحلل الحمض النووي للقرد اللي موجود جوه الجهاز. ولكن إذ فجأة حصل شعاع وضوء رهيب في الجهاز. لما بص سيس لأنبوب تاني في الجهاز لقى القرد اتحول لقطعة لحمة. وطبعا اللي حصل ده خلى سيس في حالة من الإحباط والفشل واتضايق من إن الاختراع بتاعه فشل. وبعد اللي حصل ده بدأت فرونيكا تتكلم معاه وبتكمل تصوير باقي شريط الفيديو إنه يقول وجهة نظره حوالين الاختراع ده للعالم كله. ورد سيس وقال إن الجهاز محتاج شوية تعديلات علشان يكمل ويضمن نجاح الجهاز، وإنه محتاج شوية وقت علشان يصلح الجهاز ويستخدمه مرة تانية علشان يضمن نجاح الاختراع ده. وبعد كده بالليل اتكلمت فرونيكا مع سيس ولقيته لسه ما غيرش هدومه. راحت فاتحة الدولاب لقيت إنه عنده 5 قطع من نفس الجاكيت البدلة بتاعته. ورد عليها سيس وقال لها إنه بيكون سهل عليه إنه يختار الهدوم بتاعته بكل سهولة كل يوم. وبعد ما اقترحت عليه فرونيكا إنها تعمل الغدا لكنه رفض الاقتراح وكان عايز يعزمها بره. وبعد كده وهم بيتكلموا مع بعض لاحظت فرونيكا إن في قطعة معدنية في ظهر سيس فحاولت تشيلها من ظهره ولقيت إن ظهره في علامة من القطعة دي. واللي حصل بعد كده إن سيس وهو قاعد بيفكر اكتشف العيب اللي كان في الجهاز تليبودز واكتشف إن الأنبوب الأول فيه مشكلة لما بيجي يشتغل علشان ينتقل الحاجة الأنبوب التاني. وكمان إن قلة المعلومات اللي جمعها عن الجهاز خلت من الصعب إنه يحلل الحمض النووي الكائنات الحية علشان كده فشلت التجربة لما عملها على القرد. وبعد كده كب قطعة لحم وقطعها نصين، حط النص الأول في الجهاز والنص التاني حمره على نار هادية جدا. وبعد كده ادى قطعة اللحمة لفرونيكا علشان تاكلها وتقول رأيها فيها. راحت فرونيكا قالت إن قطعة اللحمة اللي اتعملت في الجهاز التليبودز لحمة اصطناعية ما اتعملتش كويس. راح سيس فسر الموضوع ده على إن الجهاز لما جه حلل الحمض النووي للقرد حلله غلط وفسرها بطريقة علمية غلط. وبعد كده قرر سيس إنه يجمع معلومات أكتر ويبدأ يعمل تعديلات ونسخة جديدة في الجهاز. وبعد كده سابته فرونيكا وراحت لوسط المدينة. وفي الوقت ده كان ستيس بيراقبها من ساعة ما خرجت من بيت سيس. وبنروح لمحل الهدوم مع فرونيكا اللي بتختار جاكيت لسيس كهدية ليه، واللي بتتفاجئ ستيس في وشها اللي بيتكلم معاها وبيقول لها وبيعاتبها عن اللي عملته معاه وإنه طردتها من بيته. واتضايقت فرونيكا من الكلام اللي قالوا لها وراحت سابته ومشيت. ونرجع تاني في المعمل مع سيس اللي بيعيد نفس التجربة بس بعد ما عدل في الجهاز بيعمل نسخة جديدة ليه. راح جاب قرد وحطه في الجهاز وبدأ يشغله. وفي اللحظة دي بدأت فرونيكا بتسجيل التجربة دي. ولما حط سيس القرد في الجهاز وبدأ يشغله واندهش من النتيجة لما اتفتح الجهاز تليبودز ولقى القرد سليم وما فيهوش أي حاجة. راح القرد نط على دراع سيس وبعدها فرح جدا سيس بالإنجاز اللي عمله وقال إنه محتاج يعيد التجربة تانية علشان يضمن نجاح الجهاز. وبعدها لما كان سيس بيطلب أكل راحت فرونيكا لقت ملف مبعوت لها من ستيس ورد سيس عليها وقال لها إنه لقى الملف ده مبعوت تحت الباب. راحت فرونيكا فتحت الملف وشافت اللي فيه وعرفت إنه من المجلة اللي هي شغالة فيها ولقت إن ستيس قرر إنه ينشر قصة الاختراع بتاع سيس قبل منها. لما عرفت فرونيكا الخبر ده استأذنت سيس وقالت إن عندها ظرف حصل ولازم تخلصه وراحت سابته ومشيت. وبعد كده راحت فرونيكا لستيس في المجلة واتكلمت معاه وكانت متضايقة وقالت له إن القصة دي بتاعتها وإنه سرق مجهودها منها وإنها هتعمل مشكلة كبيرة لو القصة دي اتنشرت. ورد ستيس وقال لها إن هو اللي بعتها للحفلة دي علشان تسجل مع سيس إن الاختراع بتاعه وكمان علشان القصة دي لو انتشرت كده فرونيكا مش هتتعامل مع سيس تاني ولا هتكمل تسجيل باقي الاختراع. وطبعا اتضايقت فرونيكا من الكلام اللي قاله ستيس ليها ورد عليها ستيس وقال لها إنه مش هينشر القصة إلا لما تخلص التقرير النهائي للاختراع. وبعد كده في الوقت اللي فرونيكا كانت فيه مع ستيس كان سيس في بيته بيفكر في الاختراع بتاعه وازاي يطور منه وكمان فكر في علاقة فرونيكا مع ستيس. واتضايق لما عرف إن ستيس هو صديق قديم لفرونيكا وراح قعد في الجهاز علشان يجرب الاختراع على نفسه ولكنه ما كانش عارف إن في دبانة دخلت معاها الجهاز. راح الجهاز محلل الحمض النووي للدبانة والسيس مع بعض لكن بعد التحليل كان سيس هو اللي اتحلل ليه الحمض النووي لوحده وطلع من الجهاز سليم ما فيش في جسمه أي حاجة. وبعد كده فرونيكا رجعت تاني للمعمل ولقيت سيس نايم وراحت مصحياه وفضلت تتكلم معاه. راح سيس قال لها إنه استخدم الجهاز تليبودز على نفسه علشان يجرب نجاح الاختراع بتاعه. وبعدها سألها عن علاقتها مع ستيس فردت عليه وقالت له إن ستيس هو صديق لها في المجلة اللي هي شغالة فيها. وتاني يوم الصبح صحى سيس من النوم نشيط وبدأ يعمل حركات غريبة زي إنه بينط من فوق الكرسي ويطلع وينزل عليه ويعمل حركات رياضية غريبة. وبعد كده اتكلمت فرونيكا معاه واندهشت من القدرات الجسمية بتاعته وراح سيس عزمها على وجبة غدا في المطعم. وبعد كده راحوا المطعم واتكلم سيس مع فرونيكا وقال لها إنه ملاحظ تغييرات غريبة حصلت في جسمه من بعد ما جرب الجهاز على نفسه. وهم بيتكلموا لاحظت فرونيكا كمية السكر اللي بيحطها سيس على القهوة اللي بيشربها فرد عليها سيس وقال لها إنه متحمس من بعد ما جرب الجهاز على نفسه وحس بعدها بنشاط كبير وقدرات عالية بتحصل في جسمه. وبعد كده حست فرونيكا بوجود شعر في ظهر سيس وظهر فجأة راحت جايبة المقص وقصت الشعر ده. وبعد كده راح قال لها إنها لازم تجرب الجهاز على نفسها
نفسها. طبعا فيرونيكا رفضت الموضوع واتضايقت جدا، وكمان حست ان في حاجه غلط حصلت لسيس لما جرب الجهاز على نفسه، وحصلت بينهم خناقه كبيره. وطبعا سيس ما صدقش الكلام اللي قالته فيرونيكا، راح سابها ومشي يدور على حد تاني يشاركه اختراعه. وبعد كده راح سيس البار وقابل توني وتعرف عليها، وبعد كده دخل مسابقه بالزراعه مع راجل تاني ضخم علشان يثبت لتوني انه شجاع وقوي. وبعد كده بدات المسابقه وحط سيس ايده في ايد الراجل وبدات اللعبه، واذ فجاه انكسر ايد الراجل في ايد سيس، واندهش الناس اللي كانت موجوده في البار. وكسب سيس المسابقه واخد توني معه وسابهم ومشي. وتاني يوم الصبح اتكلم سيس مع توني وقال لها انها لازم تجرب الجهاز تيليبودز على نفسها. طبعا توني رفضت الكلام اللي قاله ده. وبعد كده اتفاجئ سيس بدخول فيرونيكا عليه، راحت توني سابتهم ومشيت. وطبعا اعتذر سيس لفيرونيكا عن اللي عمله. راحت فيرونيكا قالت له انه اتغير في شكله وشخصيته وما بقاش سيس اللي هي عارفاه من زمان، وكمان قالت عليه انه مريض ولازم يتعالج. وطبعا اتعصب سيس من اللي قالته وبدا يكسر في الحيطه. وبعدها راح طرد فيرونيكا من بيته، راحت ماشيه معيطه وزعلانه وسابته ومشيت. وبعد كده بص سيس لنفسه في المرايه ولاحظ ان في حاجات ظهرت في وشه وان ملامحه اتغيرت، وحاول يحلق دقنه لكن ما نفعش. راح اتعصب ورمى الجهاز في الارض وكسره. وبعد كده مسك اسنانه لقاها بتتخلع في ايده، ولاحظ سيس ان في تغيرات حصلت في جسمه. راح شاف الكمبيوتر لان في حمض نووي لكائن تاني كان معاه في الجهاز لما جربه على نفسه، ونقلت له كل الحمض النووي بتاعه لجسمه. بعد ما عرف سيس اللي حصل له فضل محبوس في البيت كام يوم مش بيكلم حد. وبعد شهر راح سيس اتصل بفيرونيكا وطلب انه يشوفها. وبعد كام ساعه وصلت فيرونيكا المعمل وشافت سيس شكله غريب وماسك عصايتين ماشي بيهم. راح سيس قال لها ان دبانه دخلت معاه الجهاز بالغلط لما استخدمه على نفسه، وان الجهاز حلل الحمض النووي لسيس والدبانه ودمجهم مع بعض. وطبعا فيرونيكا اتصدمت لما عرفت اللي حصل وزعلت وفضلت تعيط. راح سيس قال لها انها تبعد عنه وطلب منها مساعدتها. وتاني يوم الصبح راحت فيرونيكا لستيس وحكت له عن اللي حصل لسيس، ورد عليها ستيس وقال لها انه هيساعدها بس لازم يشوف الفيديو اللي صورته وهو بيعمل التجربه. ووافقت فيرونيكا على مساعدته ليها وسابته ومشيت. وبعدها راحت فيرونيكا للمعمل تاني، لقيت سيس بيمشي على الحيطه وبيعمل تصرفات غريبه. راح سيس قال لها انه بقى نص انسان ونص حشره، وانه بدا يعمل كل حركات الدبانه زي انه بدا يطير وانه بيمشي كمان على الحيطه. وبعد كده راحت فيرونيكا مسجله كل الكلام اللي قاله سيس على شريط الفيديو عن الاختراع بتاعه، وراحت بعتها للمجله اللي هي شغاله فيها. وبعد كده حس سيس انه ما بقاش انسان وانه كل جسمه اتحول لدبانه وحتى شكله كمان اتغير. وبعدها حاول سيس انه يلاقي علاج للمشكله بتاعته على الكمبيوتر ولكن فشل في ده. وبعد كده عملت فيرونيكا تحليل لقيت انها حامل من سيس، ورد سيس وقال لها انها لازم تروح سيس وتقول له على موضوع الحمل ده. وبعد كده راحت فيرونيكا للمعمل علشان تبلغ سيس بموضوع الحمل، لكنها لقيته بيقول لها انها تبعد عن المكان ده خالص وتمشي. وفعلا راحت فيرونيكا وسابت المكان ومشيت. وبعدها راحت فيرونيكا متكلمه مع ستيس وقالت له انها هتتخلص من الطفل اللي في بطنها وتموته. وفي اللحظه دي كان سيس بيسمع المحادثه بينهم وقرر انه يخطف فيرونيكا من المستشفى. وبعد كده راحت فيرونيكا المستشفى علشان تعمل العمليه وتنزل الطفل اللي في بطنها. وبعدها راح سيس وخطف فيرونيكا من المستشفى وطلب منها انها ما تقتلش ابنه وانها تدخل الجهاز معاه علشان يكونوا اسره واحده في جسم واحد. وطبعا فيرونيكا اتضايقت من الكلام ده ورفضته. وهم بيتكلموا دخل ستيس المعمل وجاب مسدس علشان يموت سيس. وبعد كده حصلت خناقه بينهم وكسر سيس دراع ستيس وكان خلاص هيموته، لكن فيرونيكا وقفته. وبعدها راح سيس حاول انه يدخل فيرونيكا الجهاز بالعافيه لكنها رفضت وزقته، راح رماها جوه الجهاز وشغل العد التنازلي للجهاز. وبعدها دخل هو كمان جوه الجهاز. في الوقت ده راح ستيس جاب المسدس وضرب النار على الجهاز اللي فيه فيرونيكا وخرجها منه، لكن في الجهاز بتاع سيس اكتمل العد التنازلي وحاول سيس انه يخرج من الجهاز، ولكن فات الوقت واختفى سيس من الجهاز. وبعد كده ظهر تاني متحول لشكل غريب يشبه الدبانه، جسمه كله مليان دم. راحت فيرونيكا ماسكه المسدس وحاولت تضربه. في الاول اترددت انها تموته، وبعد كده راحت ماسكه المسدس وضربته بالنار في دماغه. وبعدها وقع سيس على الارض ميت. وفضلت فيرونيكا تعيط وزعلت جدا انها موتت العالم الوحيد اللي اكتشف جهاز تيليبودز. وبيخلص فيلمنا على كده، استنونا في افلام تانية جديده والسلام.